بص مبدئيا كل الحاجات دي كلها غير الجيتس ما بتديش يعتبر اكس بي. ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب الناس كلها تكون بخير. طبعا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه العيد. انا حابب في الفيديو ده اعمل حاجه مختلفه شويه عن حته الشروحات، وهي هتكون ازاي اوصل لاعلى ليفل في اقل وقت. حرفيا زي ما انت شايف بيبقى فيه كميه اكواد انا ما بعرفش اوديها فين. اكواد كتير جدا. انت عندك مثلا هنا الكود بتاع ال 500,000 جولد، وعندك كود للروين فراجمنت. الاكواد اللي فاتت دي كلها اكسبايرد، بس لسه في كواد تانية جايه كتير. وعندك كمان في كودين هنا، الكودين دول لسه جداد هينزلوا. اول ما ينزلوا ان شاء الله باذن الله هبعت لهم لكل الناس اللي عامله لي سبورت. الاكواد بتفرق وفعلا بتزقك جامد قوي في اللعبه، يعني ده مبدئيا. طيب عشان تفهم الدنيا ماشيه ازاي في سولو ليفلينج، اول ما تبدا اللعبه خالص هتلاقي ان انت عندك الستوري مود والهارد مود. تمام، فكك من الريفرس دلوقتي. في الستوري مود خلينا نبدا بالنورمال، ده اللي انت هتبدا فيه. هتبدا هنا في شابتر 1، وبعدين طبعا هتلاقي السايد ميشنز، تقعد تاكل السايد ميشنز دي. كل ده حاجات سهله جدا ويعني عبيطه وما فيهاش فيها اي مشكله. هتيجي عند شابتر 6 واللعبه خلاص جميله وفي منتهى الجمال، وبعديها هتلاقيه بيقول لك ايه، لا استنى، ده انت ليفلك قليل. فهي الحركه دي كله بيعملها مبدئيا. ده كده اسمه اللي هو الليفل بلوك او الجيت كيبنج. انت دلوقتي ليفلك مش هيكفي، هتبطأ مع انك انت ماشي زي الفل، بس هنا هتيجي ان انت تبقى بطيء. طيب دي تتحل ازاي؟ بمنتهى البساطه، بعد لما انت توصل ل6 هنا تقريبا، انا مش فاكر هتبقى هيحتاج منك ليفل كام، بس اول ما انت تقف خلاص في هنا هتيجي عند الهارد مود. حلو، هتبدا بقى من الهارد مود سايد ميشنز. كل ده هتديك ليفلات الى ان برضو توصل مثلا لل5، او ممكن مثلا توصل ل5 وبعدين تعطل. بعد لما تعطل هتيجي بقى هنا هتلاقي ان انت الليفل بتاعك خلاص يجيبك انك تعدي. طيب انا هتكلم عن نفسي. في البدايه يا جدعان لما احنا كنا بنليفل في اللعبه دي، الموضوع ده كان جحيم، كان الموضوع صعب جدا. دلوقتي الليفلنج اب اسهل بكتير من الاول، يعني الموضوع ما بقاش يعني بياخد منك وقت كتير، لان هم بيترسوك هدايا. واول حاجه اللي هي اللي فوق دي ما كانتش موجوده على ايام، يعني دي لو كانت موجوده على الفتره اللي انا بدات العب فيها الموضوع بقى ايزي جدا. انت كل لما بتعدي ميشنز معينه بعدد كؤوس معينه بيقعد يديك ريوردز 50,000 500 مش عارف ايه، كل الكلام ده كله، وكل مره بيديك فيها حاجه جامده. يعني انت بص هنا مثلا، ده في هنا اس ار ويبن ببلاش. يعني ايه ده؟ نسخه اس ار ويبن من اي حاجه انت عايزها ببلاش. فالموضوع فعلا هنا مثلا سلاح اسمه ايه ده، ليجندري ارمر برضو ببلاش، تختار اي حاجه انت عايزها منه. و4 تقريبا، يعني بيديك 4، يعني انت حرفيا ممكن تجيب يعني او اهم 4 اللي هم مثلا دول ما عدا الاكسسوري. فعموما الحاجات دي كلها بقت بتخليك ان انت سهل جدا ان انت توصل بسرعه. طيب فرضا يعني انا يا علي خلاص خلصت الحاجات دي، اعمل ايه؟ بص مبدئيا كل الحاجات دي كلها غير الجيتس ما بتديش يعتبر اكس بي، او لو بتدي هتدي حاجات عبيطه جدا. يعني الحاجات اللي تعلي ليفلك من بعد الستوري اتوقع هي الجيتس بس. يعني انا متهيألي في الهانتر اركايف ده متهيألي الحاجات دي ما بتديش اكس بي. يعني احنا لما بندوس عليها انا عايز اشوف بس هي بتدي اكس بي ولا لا. انا مش شايف ان هي بتدي اكس بي، بس انا اتوقع ان هي ما بتديش اكس بي. لو بتدي حد برضو يقول لي في الكومنتس، بس اللي انا اعرفه ان الاركايفز دي ما بتديش اكس بي. فالاكس بي الحاجات اللي انت بتجيبه منها حاجات قليله جدا ان انت تعلي الليفل بتاعك، لو انت مثلا واقف في حته معينه ومش عارف انت تعدي. طيب بعد كده بص الجيتس دي بعد الرورك، يعني الجيتس اتعمل لها تعديل. بعد التعديل الجيتس بقت سهله جدا وعبيطه جدا جدا جدا. عامه البلو دي هتديك حاجات يعني تظبط معاك شويه الليفل، تظبط معاك ارتفاكتس مش عارف ايه، وهتديك اكس بي 9000. بس الاهم هي البيربل دي في العادي هتديك اعلى اكس بي، بس هنا عشان انا البيربل اللي عندها 97 ودي 100. دي برضو حاجه انا عايز اتكلم فيها. البيربل مش بالضروره هتديك اكس بي عالي، بس هتديك ايتمز احسن. بس لو انت عايز اعلى اكس بي يجيلك، فهو اعلى اكس بي بيجي من اعلى ليفل. عموما اعلى اكس بي بيجي من اعلى ليفل. طيب لو اعلى ليفل وكمان لونها اصفر ليه سبيشال جيت، المفروض يديك اكس بي اعلى، بس هنا الاكس بي كاب يعني تقريبا اخره 9000 في الليفل اللي انا فيه ده. بيديك بقى جولد بعديها، يعني بيديك مثلا من 67 ل 82 جولد. هنا مثلا نفس الفكره، بص بيدي هنا 6000، بس عشان السبيشال جيت يعني حاجه المفروض يعني فاهم حاجه بقى سبيشال وبتاع. وغير كمان ان ده الجولدن جوبلin، يعني اتوقع عشان جولدن جوبلin اصلا الميشن دي بتديك جولد. انت عندك اهم حاجه تركز عليها هنا لما تبص على جيت تشوف الاكس بي قد ايه. اعمل اعلى واحده بتديك اكس بي. كل لما تعمل الاعلى جيتس دي وتخلص، يعني مثلا بيقول لي خلص 2 ميشن تتفتح لي دي. يعني انا فرضا مثلا لو جيت عند سبيشال دي وحبيت ان انا اعمل السويب ده معناه ان انا اخلصها بدون ما العبها. هنا انا مش هعرف اعمل سويب. ليه؟ انا هكلمكم عن النقطه دي عشان دي حاجه مهمه جدا. بس
بس فرضا مثلا انا عايز اعمل مثلا سويب، فهاجي مثلا عند واحده زي دي وهشوف هنا ماشي انا ممكن اعمل سويب بايه. هتختار 3 هاندز معاك وبعدين تدوس سويب كده انت خلصتها، دي كده كلير من غير ما تلعبها اصلا. تيجي عند واحده كمان تشوف مثلا اعلى واحده دي 100، فدي اكتر واحده انا عايزها. لو انت مثلا عايز الايتم دي مثلا دي قصه ثانيه يعني فاهم، بس انا بتكلم على اعلى اكس بي دلوقتي اللي هو ال 9000. هتبص تلاقي انت مش عارف هنا تعمل لها سويب ليه؟ لان الاي رانك او الاكتر لازم يكون معاك حاجه اسمها سبيشال سويب. طيب فرضا دي اس رانك كده كده ودي بي رانك، طيب هنيجي للبي رانك ونعمل لها سويب. جميل، احنا كده خلصنا الاثنين. ده اللي انا عايزه، دي اللي انا عايزه. طبعا انت ممكن تكليم ب 130% اكتر او تكليم ريورد عادي، خلينا انا كليم ريورد عادي جدا. طيب دي انت هتفضل على الحال ده يعني مثلا بتاع 3 4 ايام، كل يوم بتعمل نفس الموال ده كله وهتوصل لليفل عالي. طب انت عايز بقى تدوس اكتر، عايز ان انت مثلا اسرع طريقه توصل بيها لليفل 100. اسرع الطريقه دي طبعا عمرها ما هتكون زي واحد مثلا دفع. انت من اول ما تقدم عامل الدفع في اللعبه السرعه بتزيد بشكل رهيب. فلو انت فضلت ماشي بس على اللي انا بقول عليه ده انت كده في التمام، انت كده هتوصل مع الوقت كليفل هتوصل. كقوه انا عامل فيديوهات كتيره ازاي تبقى اقوى وازاي يعني تظبط كل حاجه في الاكونت، انا عامل عنها فيديوهات، هتخش عندي القناه هتلاقيه. بس كليفل هي دي الحاجات اللي بتوصلك لاعلى ليفل انت ممكن توصل له. طب يا علي فرضا انا عايز اصرف، انا مش عارف اصرف في ايه. طيب لو انت عايز تصرف انت مش عارف تصرف في ايه، مبدئيا احسن حاجه ممكن تصرف فيها هي بتاعه السويبس. طيب ايه بتاعه السويبس دي؟ انت لو دخلت هنا على الاكتيفيتي ودوست اكتيفيت بونص هيبقى عندك دي ايه يا معلم؟ دي بتاعه السويبس، دي بتديك اكتيفيتي فاند زياده 30% اكتيفيتي فاند زياده، وفي نفس الوقت بتديك ان انت تعمل سويب 10 مرات للسبيشال جيت الاس او الاي. دي مفيش احسن منها، دي ب $7 مفيش احسن منها لو هتدفع. وطبعا انا ما برجحش ان انت تدفع كده كده، بس اقول دي افضل باكج. اوعى تشحن اسنس، يعني ان انت تسحب مثلا 5 6 7 نسخ من شخصيه مش بيفرقك قوي عن واحد بيلعب كل يوم يعني فاهم الفكره. فلو انت هتدفع، انا عن نفسي انا اشتريت دي في فتره ما من الاوقات، بس بعد كده خلاص ما بقتش محتاج عشان انا كنت لسه في الاول. بس انا عشان كنت عايز انجز، كنت عايز اوصل في اسرع وقت. في اسرع وقت ان انت تستخدم السويب دي، الاكتيفيت سويب دي بتفضل معاك 28 يوم، ف $7 ب 28 يوم دي حاجه انا شايفها صفقه كويسه. لو انت شايف ان دي حاجه تستحق ان انت تدفع فيها، دي حاجه ترجع لك. طب علي انا عايز اعلي الاكتيفيتي فاندز بتاعتي بدون ما اشحن، برضه ممكن. هتيجي هنا عند الجلد بتاعتك ولازم انت تكون اصلا في جلد، وبعدين هتروح على الجلد اكسشينج شوب. انت كده كده بالاكتيفيتيز اللي انت بتعملها في الجلد بيديك اللي هي العمله دي اللي هي الجلد كوينز. طيب بالجلد كوينز دي انا ممكن اعمل ايه؟ ممكن تعمل حاجه اسمها باف اكسشينج. الباف اكسشينج ده بيديك بافات على حسب انت هتدفع قد ايه. يعني هو مثلا 200 يدي حاجه اعلى، بس خلينا نشوف الباف اللي انا عايزه اصلا. هو ده الباف اللي انا عايزه، putting in the time. ده بيقعد 7 ايام. 7 ايام بيعمل ايه؟ بيزود الاكتيفيتي فاندز اكس بي بنسبه 3%. يعني انت الفاندز الاكسبيرينس او اللي هو الليفل اللي هيجي لك من الفاندز هيبقى اعلى بنسبه 3%. ممكن انت تشوفها ان رقم قليل، بس ال 3% دي يا معلم على كل مره انت بتسحب فاند. يعني ليتس سي مثلا انا بسحب فاند كل يوم، فانا كل يوم 3% على الفاندز اللي انا بسحبه. فانت لو عملتها مثلا ضربتها في 7 ايام هتلاقي انت جاي لك 21% زياده من الفند. فانت الرقم مش قليل خالص. انت بس عشان انت شفت 3% فانت قلت 3% يمكن رقم قليل وعبيط، بس لا انت نسيت ان هي 7 ايام وانت ممكن يعني تاخد الاكتيفيتي فاند عادي كل يوم براحتك يعني. فانت كل يوم اللي انت تاخد الاكتيفيتي فاند فيها دي هيبقى 3% في 7 ايام. فدي برضو حاجه كويسه جدا من الحاجات اللي فعلا اللي تفرق في الليفل. عشان لو انت كل اللي همك ان انت تعلى في الليفل في اسرع وقت ممكن، فهي الحاجات اللي انا بقولها دي ايه اكتر حاجات هتعليك في اسرع وقت. طب يا علي انت بتقول ان احنا لو هنشحن هناخد اللي هي بتاعه السويب بس، دي اهم حاجه. طب انا عايز اخد بتاعه الاسنس، لا ليه؟ لان انت متخيل انت كل حاجه في اللعبه بتديك اسنس، حرفيا اي حاجه في اللعبه بتديك اسنس. من اول مثلا الباور اوف ديستراكشن، انت بس كون ان انت بس بتلعب وبتجيب دامج عالي يعني 150 مليون مثلا، ان انت تجيب بس دامج عالي يبدا يديك اسنس. كل ما بتعلى هيديك اسنس. مليون الف حاجه في اللعبه بتديك اسنس. فحته ان انت والتيكتات كمان، يعني غير ان انت بيبقى فيه اسنس، التيكتس اللي بتيجي من النورمال اللي هي النورمال تيكتس اللي بتيجي من الميشن دي يعني كافيه وزياده، يعني ان انت تسحب بيها شخصيات. فانت مش بتحتاج. غير ان كمان بص هنا اتوقع انت برضو كل مره بتاخد اسنس يعني 500 500 500. فاهم حاجه فعلا هي السويبس لو هتشحن، ده اللي يضمن لك ان انت توصل يعني في اسرع وقت ممكن. غير كده انت لو مش تشحن، وده احسن، ده اللي انا شايفه احسن لك فعلا، العب واستمتع باللعبه. اصلا مفيش حد بيجري وراك فاهم. يعني انت ممكن تقولي مثلا لا يا علي انا عايز الحق اصحابي. اصحابك اصلا اللي هم الليفلات العاليه هم واقفين ما وراهمش حاجه يعني
مفيش مثلا حاجه هم مستعجلين عليها فلو انت عايز تلحقهم، لا يعني كده كده كل واحد قاعد في اللعبه بينبسط بالوقت اللي هو بيقضيه. انت مش تكسب حاجه لو انت جريت بكره وبقيت ليفل 100، هتفضل قاعد القعده اللي هو انا مش لاقي حاجه اعملها على الحساب. فاستمتع بالحساب، العب براحتك، مش لازم ان انت تصرف، مش لازم ان انت تعمل حاجه معينه، العب انبسط، ما تستعجلش ان انت توصل لاعلى ليفل، لان صدقني اللي في اعلى ليفل ما بقوش اصلا بيلعبوا اللعبه، اللي وصلوا لاعلى الليفلات خلاص ما بقاش في حاجه ممتعه ان انت تقعد تعملها غير ان انت مثلا تفتح كل يوم تسحب، تفتح كل يوم مثلا تاخد الريوردز بتاعتك الديلي. فلا يعني انبسط باللعبه، وعلى اقل من مهله. كده كده اللعبه دي حاليا في وضعها الحالي ممتعه جدا لاي واحد لسه بيبدا. والله العظيم يعني انا بفكر ان انا ابدا كذا حساب من الاول، لان فعلا ممتعه كبدايه. انما مثلا انا معايا كذا حساب 100 و105 يعني، وكلهم يعتبر ماكس، يعني كلهم فيهم حاجات جامده جدا، يعني مفيش حاجه واقفه يعني، غير مثلا ممكن الهارد ده هو يعني مش عشان مش عارفين نعديه عشان كسل. فاهم الفكره؟ يعني احنا مليون و196 وهو 800، يعني حرفيا كسل. فانت متخيل في الليفلات العاليه ما الموضوع مش ممتع قوي. فانبسط، العب باللعبه، واتمنى اسمع منكم ارائكم في الكومنتس. ولو انت ما عندكش حاجه تقولها او يعني ما فيش حاجه معينه عايز تسال عليها، اكتب لي بس تم في الكومنت فقط لا غير. وبس كده، اتمنى لكم عيد سعيد وشكرا ليكم.